في شرق المغرب توجد ورزازات، مدينة تاريخية على وشك أن يتم تزويدها بالطاقة عن طريق تقنية مستقبلية تنتج الطاقة الشمسية بعد حلول الظلام. يستغرق العثور على المدينة وقتا طويلا من السير في صحراء جرداء. ها هي ذي، حجمها يثير الإعجاب إذ تمتد بعيدا نحو الأفق. طاقة متجددة على نطاق واسع حقا، صفوف من الألواح الزجاجية تجذب شمس الصحراء. سوف يوفر المعمل طاقة ل1,000,000 شخص. العمل مستمر هنا منذ سنوات. هذا الموقع كبير جدا، إنه بحجم مدينة. كيف يعمل؟ حسنا، خلال النهار يجذب الزجاج الشمس عبر الفضاء. سرعناه كي نرى طريقة عمله. إنها تسمى الطاقة الشمسية المركزة. كل مرآة تركز على الشمس كي تسخن الأنبوب الموجود في الوسط. يتم تسخين الزيت الموجود في الأنبوب إلى 400 درجة مئوية، ثم ينقل إلى هنا كي يولد البخار الذي ينتج الكهرباء. الصحراء الواسعة الخالية تمتد بعيدا عن معمل الطاقة. من كان يفكر بأن الصحراء يمكن أن تكون مفيدة إلى هذا الحد؟ لكن كيف ينتج المعمل الطاقة بعد غروب الشمس؟ إنه يستخدم طاقة الشمس لتذويب الملح في هذا الخزان الضخم الذي يحتفظ بالحرارة خلال الليل. هذا الشيء الذي ترى الآن هو خزان يتم فيه تخزين الملح، مثل الملح الذي تجده على طاولتك. خلال النهار نسخن الملح ليحتفظ الخزان بالحرارة كي ينتج الكهرباء، وهذا اختراع كبير. باستطاعتنا تخزين ما يصل إلى 3 ساعات من الطاقة. تخزين الطاقة من الموارد المتجددة هو مستقبل الطاقة، والدول النامية تريد مساعدة الدول المتقدمة كي تحصل على طاقة مثل هذه خلال مباحثات المناخ في باريس. سوف يبدأ معمل الطاقة في ورزازات قريبا، كما أنه يتم التخطيط لتطوير الطاقة طوال اليوم و8 ساعات طوال الليل.